50% من الرجالة فوق سن ال50 بيعانوا من مرض تضخم البروستات. في حاجة اسمها ايكو ليزر من غير تخدير، من غير ما يتحجز في مستشفى، من غير عملية، وانه بيحافظ على القدرة الجنسية وخصوصا الحفاظ على القصف. ما هو للأسف هو ما كانش في حد، مش في مصر بس، في الشرق الأوسط كله ما حدش بيستخدم الايكو ليزر. فرجعنا ندرس تاني الايكو ليزر، نستخدمه امتى ونستخدمه ازاي. بودكاست مش للرجال فقط. بودكاست مش للرجال فقط. اهلا بالساده المستمعين والساده المشاهدين في حلقه جديده من حلقات مش للرجال فقط. عايز اتكلم عن ايه النهارده؟ ده بقى انا اكتر حلقه انا مبسوط بيها، وان شاء الله يعني هي ترضينا كلنا. يعني الحلقه دي احنا عشنا تجربه جديده من اول ان احنا نبدا نعمل خدمه جديده في المجال الطبي، وان احنا ندخلها الشرق الاوسط مع حضرتك يعني، وان احنا ازاي نماركت ليها بشكل كامل يعني، وهي الايكوليزر. عايزين نتكلم عن اول حاجه ايكوليزر، وان ازاي جت الفكره حضرتك اصلا من الاول، وان بدانا ازاي التجربه دي. انا هسيب لك المايك، والحلقه دي يعني اعتبرها فضفضه من حضرتك ده للناس. ده ده موضوع مهم جدا. وانت عارف، زي ما يكون كده ساعات كده ربنا يبعت لك حاجات، ف... فانت الحاجه اللي ربنا بيبعتها لك دي تاخدها تستغلها احسن استغلال. تمام. في مؤتمر من مؤتمرات الجمعيه الاوروبيه حضرت محاضرات عن الايكو ليزر. مش عارف ايه الايكو ليزر ده، يعني ايه ايكو ليزر. فلقيت مجموعه من الابحاث كانت بتعرض في المؤتمر الاوروبي لجراحه المسالك البوليه عن استخدام الايكو ليزر في علاج امراض تضخم البروستاتا وعلاج سرطان البروستاتا. ولقيت النتائج في الابحاث شكلها حقيقه يعني مشجع جدا. بس طبعا دايما طول الوقت الواحد ما بيبقاش بيصدق الابحاث بنسبه 100%، ولكن في كذا بحث كانوا طالعين من مصادر موثوقه قوي والناس عندها خبرات كبيره قوي في ايطاليا، لان هم في ايطاليا ابتدوا الايكو ليزر ده سنه 2017. المهم خدت الكونتاكت بتاع الشركه وخدت الكونتاكت بتاع الوكيل اللي مع الشركه في مصر، وتواصلت معاهم عشان نبتدي نعمل بحث عن الإجراء ده. فقلت قبل ما نعمل البحث نعمل حاجة اسمها بايلوت ستادي، هنعمل حالة أو حالتين في الأول نجرب الإجراء ده، ويبقى عندنا بديل لو هذا الإجراء ما نفعش، يبقى هنحول للإجراءات التقليدية اللي هو استئصال البروستاتا بالمنظار، سواء منظار الليزر أو منظار البلازما. وفعلا جبنا أول حالة، وكانت بروستاتا حجمها كبير جدا، وكان عيان عنده مشكلة إن هو عنده احتباس بولي مزمن بقاله فترة، لدرجة إنه هو البول رد على الكلى، ووظائف الكلى كمان تأثرت بشكل كبير جدا. وفعلا عملنا الحالة دي، وبعدين بعديها بحوالي أسبوع أو 10 أيام شلنا القسطرة عشان نشوف الأخبار إيه، فلقينا العيان بيتبول. إيه ده فعلا. بس في نفس الوقت العيان ما تحسنش في وظائف كلى، لأن العيان ده المثانة كانت حقيقة فيها مشاكل كبيرة قوي من فترة طويلة، لأن هو بيتعالج من البروستاتا أو أهمل في علاج البروستاتا لفترة طويلة، لغاية لما وصل لمرحلة ترهل المثانة، وإن كمية البول المتبقي كانت كميته كبيرة جدا، فوق ال 500 سنتي و 700 سنتي، فكان البول بيرتد على الكلى. رقم مهول. فالمهم بعد اسبوعين من العلاج وابتدى يتبول، قعدنا نتابع وظائف كلى، لقينا وظائف كلى عليت، فاضطرينا نركب له قسطره تاني، وحولناه اللي احنا عملنا له بالمنظار، شلنا جزء من البروستاتا وسيبنا له القسطره بحوالي شهر عشان الامور تتظبط. الحقيقه كان في نوع من في الاول الانبساط والفرحه بان الاجراء ده جاب نتيجه كويسه، وفي نفس الوقت كان في نوع من يعني خيبه الامل ان الراجل ده ما فدناهوش بطريقه جيده. فرجعنا ندرس تاني الايكو ليزر، نستخدمه امتى ونستخدمه ازاي، لان برضو الاكسبيرينس القليله او الخبرات القليله بالنسبه لنا من الايكو ليزر، كنا لسه بنبتدي، فمش عارفين انه احسن عيان يقدر يستفيد من الايكو ليزر. وكل عيان له بنسميه تيلورينج للاجراء، يعني بنفصل له الاجراء ده يعمل ايه. انت لو حضرتك ما شفتش حد في مصر شغال ايكوليزر وجبته يشتغل على الحاله مع حضرتك؟ ما هو للاسف هو ما كانش في حد، مش في مصر بس، في الشرق الاوسط كله ما حدش بيستخدم الايكو ليزر. انا مش عايز اقول لك ان ما كانش ساعتها في غير ايطاليا بس هم اللي بيستخدموا الايكو ليزر، وما كانش في حته في اوروبا او امريكا بيستخدموا الايكو ليزر الا على استحياء. في امريكا كان في مركز واحد بيستخدم الايكو ليزر في سرطان البروستاتا بس، انما مش في التضخم الحميد للبروستاتا. المهم عدنا التجربه تاني مع مريض تاني،
ما كانش بيعاني من مشاكل ال الارتجاع البول على الكلى، وكان حجم البروستاتا ما كانش من الأحجام الكبيرة أوي، كان حوالي 60 جرام، وعملنا له إيكو ليزر ولقينا نتايج مبهرة. اندفاع البول وصل ل18 و19 مللي في الثانية، وده رقم كويس جدًا، رقم طبيعي أكن ما فيش حاجة عنده خالص، وكان قبل الإجراء كان تدفق البول عنده ما بين 5 و6، وده رقم طبعًا ضعيف جدًا. فمن هنا تشجعت على هذا الإجراء، وابتديت أراجع بقى المفروض نعمل إيه. مش عايز أقول لك إن إحنا أول ما عملنا ماركتينج وعرّفنا الناس على فوايد الإيكو ليزر وإن المضاعفات بتاعته تكاد تكون معدومة، لقينا إن الناس مُقبلة جامد جدًا. أول ناس جُه لنا في الموضوع الإيكو ليزر المرضى اللي هم كانوا بيتعالجوا عندنا، وكنا نصحناهم بإن هم محتاجين نعمل إجراءات جراحية. في منهم كان خايف من الإجراء، أنت عارف في ناس بتخاف من العمليات، في ناس بتخاف من الحُقن أصلًا. فكانوا خايفين جدًا من هذا الإجراء، وفضلوا قاعدين ماشيين كده إيه، ملصّمين نَفْسهم. أول ما عرفوا إن في حاجة اسمها إيكو ليزر من غير تخدير، من غير ما يتحجز في مستشفى، من غير عملية، وإنه بيحافظ على القدرة الجنسية وخصوصًا الحفاظ على القَصف، لقيت ابتدت العيانين دي ابتدت ترجع لنا تاني عشان نعمل لها الإيكو ليزر. ابتدينا نشتغل في الإيكو ليزر. فاكر أول حلقة كان مستر زد، فاكره. يعني نزّلنا له فيديو على وكان الكلام البروستاتا بتاعته كانت أنا كبيرة متذكر كانت جدًا، كبيرة وهو جدًا. كان ما بيحبش أي إجراء جراحي، كان عنده خوف منه جامد يعني. بالضبط كده. فابتدينا بقى نشتغل في الإيكو ليزر بالتعاون مع إيطاليا. كنا كل حالة عشان كان ينقصنا الخبرة في الإيكو ليزر، نستخدم إزاي وكمية طاقة قد إيه ونحط الفايبرز مكانها فين إلى آخره من الخبرات المفروض طب يا إن دكتور إحنا. معلش، أنا عايز أعرف حاجة كده. طب نبدأ نشرح عشان الناس اللي بتسمعنا النهارده ومش عارفين إيه إيكو ليزر، نشرح لهم أول إيه هو الإجراء الإيكو ليزر، وليه إحنا بنتكلم إن هو حاجة فارقة في تاريخ الطب، موضوع المسالك البولية عامةً أو في البروستاتا يعني. تمام. أنا عايز أعرّف في الأول إن مدى حجم مشكلة تضخم البروستاتا الحميد أو سرطان البروستاتا. 50% من الرجالة فوق سن ال50 بيعانوا من مرض تضخم البروستاتا، يعني نُص الرجالة فوق ال50 عندهم مرض تضخم البروستاتا. وإحنا قبل كده اتكلمنا ما هو الفرق ما بين تضخم البروستاتا اللي هو ده شيء فسيولوجي طبيعي، ومرض تضخم البروستاتا اللي هم بيشتكوا بقى من دخول الحمام كتير، ضعف سريان البول، يصحى من النوم عشان يخش الحمام، بول يقطّع منه، ما يحصلش تفريغ كامل، إلى آخره من الأعراض اللي إحنا قُلناها قبل كده كتير. تمام؟ المرضى دول اللي هم مرضى تضخم البروستاتا، نُصّهم ممكن يمشي بالعلاج ويجيب نتيجة كويسة جدًا، والنُص التاني بيحتاج إلى تدخُّل. الجديد في الإيكو ليزر إن التدخُّل ده مش عن طريق مجرى البول أو عن طريق منظار. طبعًا موضوع إجراءات عمليات جراحية لاستئصال البروستاتا ده يعتبر موضوع عفى عليه الزمن. يعني أنا فاكر آخر مرّة عملت عملية جراحية لاستئصال بروستاتا ممكن يكون سنة 2009. من ساعتها أنا ما عملتش ولا عملية استئصال بروستاتا حميدي، من كتر التكنولوجيا ما كانت تقدمت. فدلوقتي إن هو يعمل عملية كمان بالمنظار يكاد يكون معدوم. نادرًا دلوقتي إن أنا أقدر أعمل أو إن أنا أحتاج إن أنا أعمل استئصال للبروستاتا بالمنظار، إلا في حالات محدودة جدًا. طيب إيه بقى الإيكو ليزر عبارة عن إيه؟ ما بنستخدمش منظار، ما بنحتاجش تخدير، ما بنحتاجش إن إحنا نتحجز في مستشفى. جرح، ما فيش مؤشرات. ما فيش جرح، ما فيش مشكلة بالنسبة لأي عيان بيعاني من صحة عامة فيها مشكلة. يعني واحد عنده قلبه ضعيف ما يستخدمش تخدير أو عملية، ما فيش مشكلة بالنسبة للإيكو ليزر. عيان بيكون بياخد أدوية سيولة وما يقدرش يوقّف أدوية السيولة لأن عنده مشاكل، يا إما بييجي له جلطات في القلب أو مركّب دعامات أو بييجي له جلطات في المخ أو عنده عُرضة عالية جدًا لوجود جلطات، وده بيبقى فيه خطورة إن إحنا نوقّف علاج السيولة. بنقدر نعمله بالإيكو ليزر، لأن حتى نوع الليزر اللي بنستخدمه ده اللي هو الدايود ليزر ده من ضمن خصائصه المهمة إن هو بيقدر يسيطر على النزيف. يعني لما بيحصل نزيف في عمليات جراحية معينة بنستخدمه لإيقاف وكي الشرايين والأوردة عشان تمنع النزيف. المرضى عندهم مشاكل في التنفس، المرضى اللي عندهم مشاكل في الكبد، في وظائف الكلى، المشاكل الكبيرة اللي هي بتؤدي إلى وجود خطورة مش قليلة لهذا الإجراء، الإيكو ليزر بقى حل مرضي جدًا. ومش بس كده،
أنت عندك من ضمن المشاكل الرئيسية لعلاج البروستاتا بالأدوية، إن أغلبية أدوية علاج تضخم البروستاتا هي أدوية عبارة عن علاج مزمن. أنت عارف أدوية البروستاتا كلها عاملة زي أدوية السكر السكر والضغط. والضغط هو ما في ينفعش دوا اوقفها. بيعالج السكر، لا طبعا. في دوا بيعالج الضغط، إنما في دوا بيسيطر على السكر على مستواه، وفي دوا بيعالج الضغط بيظبط على الضغط. مستواه. هنوقف الأدوية دي السكر هيعلى والضغط هيعلى إلى آخره. البروستاتا نفس الموضوع، مفيش أدوية بتعالج البروستاتا إلا بعض الأدوية اللي بتلعب في الهرمونات وبتؤثر على القدرة الجنسية وبتؤثر على دلالات أورام البروستاتا، بتلخبطها، فبتلخبطنا احنا إذا كان المريض ده طبيعي أو عنده مشاكل في سرطان بروستاتا. فلقينا كمان إن في مرضى كتير من اللي ماشيين على أدوية ومستريحين على الأدوية وجايب معاه نتائج كويسة جدا، لقينا لهم بيجوا لنا عشان عايزين يبطلوا أدوية. فده بقى نوع آخر من المرضى. أنا هقول لك قصة لطيفة قوي. كان عندي مريض من سوهاج وعايش في الكويت، بيشتغل في الكويت ومخلف 4 بنات. تعرف بقى الصعايدة عايز يجيب إيه؟ الولد. فجاله احتباس بولي متكرر وركب قسطرة، وكل الدكاترة اللي هو يعني تعامل معاهم وكانوا بيعالجوه قالوا له انت محتاج استئصال بروستاتا بالمنظار. مرضيش يعملها. ليه؟ لان هو عارف وهم شرحوا له ان العيب الرئيسي في الاجراء ده ان هيعمل قصف داخلي. فضل حوالي شهر مركب قسطرة لغاية لما فيديو من الفيديوهات اللي احنا عاملينها شافوا ان في حاجة اسمها ايكو ليزر، غير عملية، من غير تخدير، من غير حجز في مستشفى، مفيش اي مشاكل، بتحافظ على خصوص البروستاتا وبتحافظ على القصف. هو كان اهم نقطة بالنسبة له، ساب كل الحاجات دي، كان 49 سنة، ان هو يحافظ على القصف. جالي بالطيارة من الكويت على المركز، عملنا له الفحوصات اللازمة، قيمناه، عملنا له ايكو ليزر. انا مش عايز اقول لك هو كان طاير من الفرح ازاي بعد ما شلنا له القسطرة واتبول وحافظ على القصف، وقدر ان هو يحافظ على القصف عشان الاهداف اللي في دماغه، ان هو لسه عايز يخلف تاني عشان ربنا يكرمه بولد. مريض تاني عنده 37 سنة، 37 سنة عنده تضخم في البروستاتا. في بعض الأحيان بيحصل كده، وكان بيتعالج من البروستاتا بقاله 5 سنين بياخد أدوية البروستاتا وعامله له قصف داخلي ومؤرقات تأرق فظيع، إن هو في السن الصغير ده ومحروم من اللذة الجنسية الكاملة في القصف. انت عارف، خلي بالك القصف ده نوع من انواع الرضا الجنسي، من جزء من الرضا الجنسي ان يحصل قصف، جزء مهم من العلاقه. ومش بس بالنسبه للراجل، بالنسبه للست الطرفين. يعني الست برضو لما بتحس بالسائل المنوي ده بيعمل لها نوع من الاستثاره وبيحسن من الاورجازم. يعني انت عارف ليه؟ يعني حتى في نصايح كده ساعات دكاتره الناس يقولوها لما قبل ميعاد الخلفه تحصل، يقول لك زودوا من الممارسه الجنسيه، لان السائل المنوي من ضمن مكوناته في حاجه اسمها بروستاجلاندين او ماده في السائل المنوي بتعمل نوع من الانقباضات، فبتحسن من انقباضات الرحم، وده برضو بيحسن من الانقباضات المسؤوله عن اللذه الجنسيه او الشهوه الجنسيه او اللي بنسميه عندنا الاورجازم. ففي جزء كبير قوي هم افتقدوه سواء هو او هي في موضوع العلاقه الجنسيه، فقدوا جزء من المتعه الجنسيه. انا مش عايز اقول لك الفرحه الفظيعه ان هو تخلص من الادويه وتحسن في كل الاعراض في عمليه التبول، ورجعت له اللذه الجنسيه بانه هو القصف رجع بالنسبه له وبالنسبه للبارتنر بتاعته او شريكته، ان رجعت لهم حياتهم الجنسيه طبيعيه بتاعت اي اتنين فده دي حاجات حتى انا ما كنتش واخد بالي منها. يعني انا كنت متخيل ده احنا هنعمل اجراء مش هنحتاج نعمل له عمليه للعيانين اللي هم عندهم خطوره من غير إجراء. لا، ده طلع في حاجات كتيره جدا مهمه. حتى الناس اللي هم بيستجيبوا الادويه عندهم الفرصه للعلاج من تضخم البروستاتا من غير عمليه، زي ما دايما بنقول اجراء. يعني حتى لما حد يجي يقول لي انا عايز اعمل العمليه بتاعت الايكو ليزر، فلا، هي مش عمليه، ده اجراء بيتم ما بياخدش اكتر من تلت ساعه كله على بعضيه، فبالتالي مفيش اي ما يستدعي من الخوف او القلق او ان هو هيفقد شيء من اللي هو بيفقده. عارف من ضمن مميزاته ايه كمان؟
كتير أوي من مرضى الاستئصال البروستاتا بيعانوا خصوصًا في الأول بعد العملية بعدم التحكم في البول. الإيكو ليزر ما فيهوش الكلام ده خالص، يعني في أمان تام في موضوع التحكم في البول، مش بس القدرة الجنسية والقذف، لأ والتحكم في البول كمان بعيد كل البُعد إن يحصل منه مضاعفة زي دي. لو انا عايز اتكلم عن الايكو ليزر، انا كانسان طبيعي مش بدون دكتور احمد الدكتور، اقول لك حاجه، انا شفت الاجراءات كذا مره. هو ابرتين بيتم وضعهم في تحت كيس الصفن، مضبوط. يتسلطوا على البروستاتا، وتشغل اشعاع ليزر لمده تكون من 7 ل 10 دقائق في كل طرف فيها تقريبا. يعني بعد ربع ساعه تلت ساعه بالكتير بتقوم قايم، الاجراء تم لوحده. في بس قسطره راكبه شويه عشان تفرغ فيها الجزء اللي حصل له. ي بيحصل بيحصل نوع من الإديمة بعد الإجراء، بيعمل نوع من التورم شوية مطرح الإجراء. أنت عارف زي ما دايمًا باشبه العيانين لمّا واحد بياخد بُنية في عينه بتورم، فمطرح الليزر البروستاتا في المراحل الأولية في أول كام يوم بتورم، فبنركب قسطرة لفترة كام يوم لغاية لمّا التورم ده يروح، وبعد كده نشيل القسطرة بس والعيان وبعد كده الانسان الراجل بيخرج عادي طبيعي جدا وبيسافر يعني في ساعتها. في عيانين انا حضرتهم. هو جاي من المطار على المركز، عمل الاجراءات واتاكدنا ان ده تمام، دخل عمليات تاني يوم او في نفس اليوم كمان بالليل. ما دخلش العمليات، دخل يعمل إجراء. دخل الاجراءات نفس اليوم بالليل، وخرج خد بعضه ورجع تاني يوم الصبح. يعني ده تمام، كان ده حاجات انا شفتها يعني. تمام. فده بشكل بسيط جدا الايكو ليزر من وجهه نظر انسان عادي مش دكتور، يعني عشان بس الكلام ما يبقاش صعب على الناس ويبقوا شايفين ان فايبر وليزرز وترانسبرينيال ليزر ابليتش وحاجات كده انا بسمعها. آه. لأ هو فعلًا زي ما بتقول كده مهم جدًا إن الناس تبقى عارفة إن هو إجراء بسيط جدًا، مجرد إن إحنا بنستخدم أشعة تلفزيونية بنشوف بيها البروستاتا، و والإيكو ليزر ده عبارة عن 3 أجهزة في بعض، جهاز اللي هو بيطلّع طاقة الليزر، جهاز تاني اللي هو السونار اللي إحنا بنشوف بيه البروستاتا وإحنا بنتعامل معاها بالفايبرز والإبر بتاعة الليزر، والجهاز التالت بنسميه الinterface اللي هو يعني جهاز الكمبيوتر أو اللي فيه الartificial intelligence اللي إحنا بنحدد له الأماكن اللي إحنا عايزين نتخلص منها، فبيدينا الجرعات او كميات الطاقه المطلوبه في الاماكن المظبوطه اللي هو بيعمل لنا الخطه العلاجيه للايكو ليزر. طيب انا بس عايز اسالك سؤال شخصي جدا، يعني انت ايه احساسك وايه اعصابك وانت داخل تعمل اول اجراء بيتم في الشرق الاوسط ومحدش عمله قبل كده، وانت متحمل كامل المسؤوليه في ان انت داخل بتنفذ حاجه زي كده؟ بص هو اهم حاجه ان انا كنت بتفق مع المرضى بفهمهم ان ده اجراء جديد، نتائجه العالميه كلها نتائج ممتازه، بس احنا ما عندناش الخبره الكافيه، واحنا بنتعهد لك ان احنا لو هذا الاجراء ما كانش جايب نتيجه احنا متعهدين ان احنا هنعمل لك الاجراء المناسب لعلاج المشكله دي. دول في اول كام حاله لغايه لما يبقى عندنا الماتيريال والمعلومات ان فعلا هذا الايكو ليزر بيجيب نتيجه. اوكي. ربنا كرم الحقيقة في أول كام حالة حصل تحسن شديد جدا، فشجعنا إن إحنا نكمل مع بقية مرضانا بالإجراء ده. وبعدين كان في بعض الأحيان في الأول كان في حالات كان استجابتها مش كويسة وما كناش بنبقى عارفين ليه. تواصل مع جامعة فلورنس ومع دكاترة من إيطاليا زي فرانشيسكو سيسا، انت فاكر اسمه، وباتيلي بتاع برضو ايطاليا. الحقيقه كنا بنبعت حاله وكنا بنشتغل معاهم اونلاين بالكاميرا نوريهم احنا بنعمل ايه، وكانوا بيرشدونا على التريكس اللي هي يعني الحاجات التريكس ازاي ان احنا نقدر نستخدم الايكو ليزر باحسن طريقه عشان نجيب احسن نتائج. وفعلا مساعدتهم معانا والتعاون معاهم مع جامعه فلورنس خلانا نجري بسرعه جدا في نتائج مبهره سريعه جدا، لغايه لما بقى كل عيانينا دلوقتي 99% منهم استجابات رائعه وممتنين جدا من هذا الاجراء ومن سهوله هذا الاجراء، وان هو بيرجع لحياته الطبيعيه مش بسرعه في ساعتها ومن غير ما يعمل عمليات ولا حاجه. طب ايه النصائح اللي حضرتك بتنصحها للمرضى بعد الاجراء؟ النصايح بمنتهى البساطه ان احنا بس اهم حاجه ان احنا ما بنمارسش الجماع الجنسي في الشهر الاولاني، لان لسه البروستاتا بتبقى واخده طاقه جامده جدا في الليزر، فبتبقى محتاجه بس يحصل لها التئام مطرح الليزر. الحاجه التانية ان احنا بنمشيه على بعض الادويه لفتره مثلا في يعني حوالي شهر او شهرين لغايه لما الالتئام مطرح الاجراء بيتم بصوره نهائيه، وبعد كده كل الادويه بتقف
لعلاج البروستاتا او لعلاج اي نوع الحفاظ على ما يحصلش التهابات، او ادويه اللي هي بتقلل التورم. كل الادويه بتقف بعد شهر، فبالتالي المريض ما بيحتاجش اي ادويه، وبيكون عالج البروستاتا بطريقه نهائيه. وكل اللي احنا بنطلبه من المريض ان هو نتابعه بصوره دوريه، يعني بعد الاجراء بحوالي 3 4 اشهر بنبص عليه مره تانية ونعمل له فحوصات لازمه، وبيجي لنا كل سنه عشان نطمن ان الدنيا ماشيه كويس. والحقيقه الحمد لله ان اغلب العيانين، اذا ما كانش كل العيانين، لما بيجوا لنا في المتابعات الحقيقه ماشيين بطريقه كويسه جدا، ممتنين جدا من الاجراء. والامتنان ده باين جدا في ان تلاقي غالبا عيانين اللي عاملين ايكو ليزر جاي ومعاه واحد قريبه او واحد صاحبه بيعاني من نفس المشكله، وبيشجعه بيقول له تعالى عشان تعمل ايكو ليزر. ده خبره جيده جدا لعلاج مشكله تضخم البروستاتا. طب يا دكتور، من خبرة حضرتك في موضوع علاج البروستاتا بشكل عام، أول ما إحنا كنا بنعمل يعني عزالة كاملة للبروستاتا أو صلب بروستاتا كامل بالطرق المختلفة لحد النهارده مثلا شغالين بنعالج بالإيكوليزر، إيه حضرتك النصيحة اللي تنصحها للمرضى وللأطباء اللي هم النهارده حتى الآن أغلب المرضى خلاص أنا محتاج أشيل البروستاتا؟ ده طبعًا بييجي من كلام الدكتور اللي بيقول له إن أنت محتاج تشيل البروستاتا، مظبوط. وده من كلام اللي حواليه. فأنت إيه نصيحتك للمرضى والأطباء دول؟ نصيحتي للمرضى ان الحقيقه طول كل شويه بيحصل نوع من التقدم في الطب، وخصوصا في تخصص جراحه المسالك البوليه. يعني جراحه المسالك البوليه من التخصصات اللي فيها تكنولوجيا عاليه جدا. يعني مثلا اختراع الروبوتك سيرجري او الجراحه الروبوتيه اخترعت عشان المسالك البوليه، جراحات المسالك البوليه وجراحات سرطان البروستات. وبمناسبه سرطان البروستات يا احمد، انا عايز الفت نظر الساده المشاهدين والمستمعين ان سرطان البروستاتا بقى له علاج جديد مع الايكو ليزر، خصوصا في اللي بنسميهم اللو ريسك والانترميديت ريسك. الحالات الاوليه من سرطان البروستاتا بنقدر نعالجها بالايكو ليزر بطريقه نهائيه. واغلبيه الحالات اللي احنا عملناها، احنا اشتغلنا كمان على سرطان البروستاتا وجايبه نتائج رائعه. البروستاتا ده أصعب حاجة في موضوع البروستاتا في أمراض الذكور انا عامةً. مش عايز اقول لك ان ده من اصعب العمليات الجراحيه اللي بتتم، هو استئصال الجذري للبروستات، سواء بالطريقه الجراحيه او عن طريق المنظار او عن طريق الروبوتك. ففي شريحه كبيره جدا من مرضى سرطان البروستاتا اللي هو في الايرلي ستيج، اللي هم المراحل بدايات يعني. الاوليه، لو تم اكتشافهم في المراحل الاوليه. عشان كده انا عايز اشجع الناس بقى، اي واحد فوق ال50 يا جماعه، لو سمحتم لازم تروح تعمل البي اس اي، اللي هي دلالات الاورام البروستاتا. البي اس اي توتال والفري، ده دلالات اورام البروستاتا مهم جدا. اي واحد فوق ال50 لازم يعمله كل سنه. واي واحد في عيلته، سواء اب او عم او خال او حتى عندهم جالهم قبل كده سرطان بروستاتا، مهم جدا يعملوا في سن ال45، ويعملوا كل 6 شهور. وحتى لو عندهم حد في العيله بيعانوا من، لو كانت والدته او خالته او عمته بتعاني او كانت بتعاني من سرطان في الثدي، مهم جدا انهم يعملوا بدري، لان الجين اللي مسؤول عن حدوث لاورام البروستاتا او اورام الثدي في السيدات هو نفس الجين اللي مسؤول عن اجراء او حصول سرطان البروستاتا. فدول اهم حاجه يعملوا بي اس اي، حتى لو ما كانش بيعاني من اي مشاكل. لان احنا الحالات اللي احنا بنشوفها دي حاجه مهمه جدا، سرطان البروستاتا بيبقى في الاصل عنده مشاكل من مرض تضخم البروستاتا. يعني هو مش جاي عشان عنده سرطان بروستاتا، هو جاي عشان عنده مرض عارف ان هو عنده سرطان اصلا، هو عنده مرض تضخم بروستاتا، عنده صعوبة في التبول، البول بيقطع، يصحى من النوم الى اخره من الاعراض. سرطان بروستاتا ملوش اعراض، يعني سرطان بروستاتا ملوش اعراض الا في المراحل المتاخره، ان يحصل بقى دم في البول ودم في المني، ولو حصل انتشار يبتدي يحصل له الام في الظهر وفي العظم وفي الحوض كل دي اعراض بتبقى في مراحل متاخره ملهاش اي علاج شافي، بتبقى علاجات بقى تحفظيه عشان نقلل سرعه الانتشار. انما لما بنكتشف الورم بدري علاجه بسيط جدا. وحتى انا دايما مرضى سرطان البروستاتا في اللي هم عندهم الايرلي ستيج دايما بقول لهم يا جماعه انا عايزكم تطمنوا، سرطان البروستاتا مش زي سرطان القولون، مش زي سرطان الرئه، مش زي سرطان الكبد. دي سرطانات عنيفه سريعه
مميتة. سرطان البروستاتا من السرطانات الحميدة البطيئة، لو لحقناها في الأول أكن شيئا لم يكن. تمام. فأنا من هنا أنا بناشد الناس اللي فوق ال50 يعملوا الPSA كل سنة. الناس اللي هم عندهم family history، يعني تاريخ مرضي في العائلة، سواء للرجالة عندهم سرطان البروستاتا أو سواء للسيدات عندهم أورام في الثدي، لو سمحتوا اعملوا التحليل PSA. لا ما تنساش يا أحمد تكتبه لهم PSA بالبونت العريض كبير عشان ما ينسوهوش. توتال وفري. وده عين الدم بسيطة جدا بتعمل في أي معمل، مش محتاج يعني تقنية عالية جدا عشان نقدر نطمن عليه. لما عملنا بقى حالات سرطان البروستاتا اللي هي ايرلي دي، في ميزة بقى جامدة جدا. زي ما قلت لك كده، أنا أغلبية العيانين اللي بيجوا لنا بيبقوا جايين بتضخم للبروستاتا، مش عارفين إن هم على سرطان بروستاتا. لما بنكتشف ده بالMRI وبالعينات إلى آخره، لقينا إن إحنا نقدر نعالجهم بالإيكوليزر. طيب والتضخم اللي قافل ده، إيكوليزر بقى عنده الميزة إن إحنا نقدر نصغر حجم البروستاتا ككل، فالأعراض بتاعة تضخم البروستاتا كلها تروح، ونقدر نعمل بنسميه فوكال ليزر ابليشن، نقدر نحرق البؤر السرطانية بطريقة أخرى في نفس الجلسة، إن إحنا نقدر نعالج السرطان ونقدر نعالج التضخم في نفس الوقت. وبعد كده الأعراض كلها بتروح، ونتائج الشفاء من السرطان عالية جدا. احنا عاملين يمكن أكتر من 10 أو وصلنا يمكن 15 عيان كلهم ماشيين بطريقة جيدة جدا. 15 عيان سرطان بروستاتا. سرطان بروستاتا. عشان بس الناس لا عيان تضخم بروستاتا احنا يمكن وصلنا دلوقتي ل 190 عيان. هي عن 200 تقريبا. فالحقيقة يعني نتائج رائعة ان انت بتعالج سرطان البروستاتا وبتعالج كمان تضخم الحميد البروستاتا بنفس الجهاز بنفس الطريقة في نفس الجلسة بدون اجراء عمليات. انا بشكرك جدا دكتور والله على الحلقة النهاردة، ودي حاجة يعني كانت سعادة شخصية ليا قبل حضرتك طبعا، ودايما بتمنى التوفيق لحضرتك والنجاح، ودايما الجديد في العلم كده وفي الطب تبع اول باول. والله انا بشكركم يا احمد على المجهود الكبير اللي انتوا بتعملوه معانا عشان نقدر نطلع بالفيديوهات دي بشكل لائق وبشكل جيد للساده المشاهدين والمستمعين. وبشكر الساده المشاهدين والمستمعين ان هم بيسمعوا الحلقات المهمه دي، ودايما برجوهم ان هم يحاولوا ان هم ينشروا الفيديوهات دي، لانها فعلا فيديوهات مهمه جدا، انها تفيد مرضى مسالك البوليه بصفه عامه او مرضى تضخم البروستاتا الحميدي والسرطاني بصفه خاصه. شكرا. بودكاست مش للرجال فقط.